هو ده السبب اللي قدامك ان المنازل تبقى في الصين باردة في الصيف وجافة في الشتاء. بتستخدم في المنازل الخاصة في كتلة خاصة من الاي بي اس، البوليسترين الممدد. بيتم تركيب القطع اللي قدامك دي فوق بعض، وفي كمان قطع منها مجزأة، وبعد كده بيصبوا الخرسانة وبيصبوا الحاجات جواها بالشكل اللي قدامك ده كده بالظبط، وده اللي بيخليها جدار فولاذي عظيم. السر الحقيقي اللي موجود في الرغوة اللي جواها، فهي بتمنع الحرارة انها تخش البيت وبتمنع البرودة كمان انها تخش البيت. هي ماشية عكس المناخ اللي الدولة ماشية بيه. ومش بس كده، ده بتخلي المنزل بتاعك درجة حرارته متوازنة جدا لفترة كبيرة جدا. وكمان ايه، اي ضوضاء جاية من الخارج بتقللها، وانت مش محتاج دلوقتي ولا تكييف ولا محتاج لأي حاجة تبريد تحطها عندك جوه البيت، وبتوفر لك الكهرباء كمان. عايز حاجة اكتر من كده؟ قول لي بقى، انت لو الحاجة دي متوفرة عندنا هتعملها في بيتك ولا مش هتعملها؟ الراجل اللي قدامك ده جيب فكرة بملايين الدولارات بعد ما فقد ساقه في حادثة، قرر يعمل شيء البشرية كلها ما عرفتش تعمله. الساق الاصطناعي سعره حوالي اكتر من 20,000 دولار، والراجل اللي قدامكم ده ما هوش يشتري الساق ده، يعني مش هيعرف يمشي تاني. بس هو بدل الاستسلام قال هو انا ليه ما اعملش لنفسي رجلي امشي بيها؟ بمهاراته الجامدة في النجارة جاب لوح خشب بالشكل اللي قدامك ده، وفضل ينحت فيه وقعد يشكل فيه على هيئة رجل بالظبط. وبعد كده ركز على القدم الخشبية اللي طلبت منه عناية اكتر، لانه هيرسم الصوابع فيها وهيرسم بطن الرجل وهيرسم بز رجل وهيرسم كل حاجة. قعد يصنفر كل حاجة بعناية كويسة جدا بحيث ان هي تطلع بشكل كويس جدا وما تبانش ان هي اصطناعية بشكل كبير جدا لما يلبس فوقها حاجة. وبعد كده يا باشا حط الرجل عنده وعمل رجل احسن من اي ساق اصطناعي، ووفر كام بقى؟ 20,000 دولار. اكبر مخبز في العالم مش في فرنسا ولا في ايطاليا، اكبر مخبز في العالم موجود في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الامريكية. مساحة المخبز اللي قدامك ده حوالي 170,000 متر مربع، بيعادل 23 ملعب كرة قدم. تخيل كل ده مخبز. المخبز اللي قدامك ده شغال 24 ساعة وبيخبز عيش يخلي الدولة كلها تاكل منه. ومش بس كده، ده كمان بيصنع البسكويت وبيخبزه ومنتجات بتتخبز تانية. بيلعب على تلبيات عملاقة جدا لشركات كبيرة جدا. ومش بس كده، ده بيلبي الناس حاجات هم عايزينها كمان. المكان اللي قدامك ده مش مكان مختلف بس، لا ده مكان بيطلع المنتجات بتاعته لأنحاء الولايات المتحدة كلها وكل مدينة وكل شبر فيها. تخيل المخبز ده لو موجود عندك هنا هيخلي البلد كلها تاكل. اليابان بتعيش فعلا في عام 2050. هتقول لي ازاي؟ هقول لك دلوقتي. في الايام الممطرة ما تقلقش ابدا من اي حاجة تتبل في جسمك، لانهم حاطين شمسيات في كل مكان. بمجرد ما الدنيا تمطر وتشتي هتسحب الشمسية بتاعتك وهتمشي براحتك. في اليابان في قانون ان لازم حجم الكعكة يبقى نفس الحجم اللي موجود على الكيسة بالظبط. يعني اتأكد انك بتاكل نفس المنتج اللي موجود على الصورة قدامك في الكيسة. لو انت كمان رايح تشتري كوتشي مش محتاج انك تقيس كذا جزمة، انت قدامك جهاز بيقيس المقاس بتاعك ومن خلاله تقدر تجيب اي جزمة انت عايزها. حتى محطات المترو موجود فيها منصات في الحواف قافلة الفراغات اللي ممكن اي حد يقع فيها. وكمان في القطور اللي عندهم لما بيبقى المقاعد مفيش حد عليها بتترفع بالشكل اللي قدامك ده او اللي كان قدامك، وعشان تفضي مكان، ولما الناس بتخش تقعد عليه بينزل تاني. وبدل المزراب اللي عندك في البيت عندهم مزراب بشكل فني جدا، بيستخدموا السلاسل اللي قدامك دي كده بالظبط علشان ينزلوا المية بتاعت الشتاء. واللي يعجبك ان مفيش ولا مية بتطلع بره السلسلة دي. اللي قدامك دي اكبر سفينة في العالم واسمها لاكون المحار. اللي قدامك دي اكبر سفينة في العالم فعلا، وطولها حوالي 362 متر فوق الارض.
بتتسع السفينة لحوالي 5610 راكب، وفيها 2350 فرد من أفراد الطاقم، وفيها 9 حمامات سباحة و7 أحواض جاكوزي، وفيها شلال بارتفاع 17 متر. فيها حمولة ممكن تجيب ل 250 ألف طن. تخيل ممكن تشيل الحجم الهائل ده كله. السفينة اللي قدامك دي 5 أضعاف سفينة تايتانيك اللي كانت أعظم سفينة في التاريخ. تم بنائها في الحوض اللي بيبنوا بيها السفن، وحاولوا إن هو يبنوا فيها بقدر المستطاع، واستغرق منهم الموضوع ده على مدة 3 سنين بالظبط، واتكلفت 165 مليار دولار. هتجيبه. السفينة اللي قدامك دي أكبر سفينة عملاقة بالنسبة للسفن، بتعمل بالغاز الطبيعي المسال، وكمان بتنتج وقود ثاني أكسيد الكربون. السفينة اللي قدامك دي أكبر سفينة سياحية في العالم وأعظمهم كمان، بتبحر بشكل منتظم جدا في البحر الكاريبي. السفينة اللي قدامك دي ما بيفرقش معاها ولا موج ولا رياح ولا عواصف ولا أي حاجة ممكن تشوفها في حياتك، هي ضد أي حاجة. سنغافورة هي جنة الفقراء، بمعنى الكلمة دي إن المدينة دي ما فيهاش أي واحد فقير تقريبا، لأن نظام التطور الاجتماعي موجود هناك في سنغافورة متطور جدا، وبيحصل كل مواطن موجود في سنغافورة على الحماية. لو أنت كنت عامل عادي ما تقلقش جدا بشأن البطالة، لأن سنغافورة فيها 5 مليون نسمة بس، ومعدل التوظيف هناك قريب من 100%، يعني هتشتغل. الرعاية الصحية هناك عالية جدا، وبتتمتع سنغافورة برعاية صحية بشكل مجاني، ولا بتحتاج انك تدفع علاج ولا بتحتاج انك تدفع مستشفى. اما بالنسبة للسكن فسنغافورة ليها نظام بشأن تقاسم الشقق المجانية، والسكان اللي موجودين في البلد دي وما عندهمش شقة بيروحوا للحكومة هناك وبيطلبوا طلب شقة وبتجيلهم لحد عندهم. لو انت بقى مكان اللي هناك دول تعيش في البلد دي ولا تطلع منها؟ الصفقة اللي قدامك دي دفع عشرات ملايين الدولارات، ومش بس كده، ده علشان يأكل الخيول بتاعته في عربية فيراري. ومن الصعب جدا انك تصدق الراجل ده، بس الراجل اللي قدامك ده غني جدا فوق ما تتخيل. هو مش عارف هو فين يحط المال بتاعه، وعنده فيلا ضخمة جدا، وعنده آلاف السيارات جميع الأنواع، وعنده كمان طيارة خاصة، والطيارة الخاصة بتاعته بتتقدر ب100 مليون دولار، وساعات مصنوعة من الألماس وسعرها أكتر من 20 مليون دولار، بالإضافة للمفاتيح والسلاسل اللي مصنوعة من الذهب. المال بالنسبة له مجرد تراب بيمشي عليه. انت تعرف مين الشخص ده؟ ده اغنى مغني راب في امريكا، اسمه ريك روس. مفيش مغني راب في الولايات المتحدة ممكن تقارنه بريك روس ده. المثير في الاهتمام بقى ان هو عنده اكتر من 1000 موظف موجود في الفيلا بتاعته بيشتغل، وثرواته ضخمة جدا، لأن محدش يعرف يحسبها لحد دلوقتي، لأنه مش مرتب على العالم في الأغنية. محدش عارف إن هو يعرف ثروته كام. لو أنت بقى معاك الثروة دي هتعمل بيها إيه؟ طريق المحيط الأطلسي في النرويج. الطريق ده من أروع الطرق في العالم، بيمتد المسافة حوالي 8 كيلو متر، وبيربط جزر ما بين الجسور بتاعته، واشهرهم جسر ستورسسوندن. الطريق اللي قدامك ده استغرق حوالي 6 سنين علشان يعملوه، واتفتح بعد عام 1989، ده بعد ما واجه 12 عاصفة. وخلال العواصف دي بترتطم الامواج في الجسور اللي كانوا بيبنوها في ال6 سنين دول. المشهد اللي قدامك ده جذاب جدا وبيجلب السياح من جميع انحاء العالم، وتصمم الطريق ده بالذات علشان يتحمل الظروف القاسية، وأصبح من الطرق الأكثر سياحة في النرويج، وبيزوروا جميع السياح، ويعتبر من أجمل طرق القيادة اللي ممكن تشوفها في حياتك في العالم. نفسك بقى تمشي على الطريق ده ولا لأ؟ أنت مصدق إن شجرة الكيوي ممكن تطلع الثمار دي كلها اللي قدامك؟ بتتعرف شجرة الكيوي بنموها القوي، وكمان بتنتج ثمار كبيرة جدا.
وبتطلع على أشواك خاصة وسلاسل علشان تتحمل الثمار. بتتميز شجرة الكيوي والثمرة بتاعتها باللون البني اللي بره اللي موجود فيه بذر اسود، ومحتاجة الأجواء كويسة ومناخ كويس ورطوبة كويسة علشان تنمو بشكل كويس. قولي بقى ايه أكتر نوع فاكهة انت بتحبه؟